خدوا بالكم ان مش دايما المجرم بداية، كتير جدا حالات بيكون المتحرش كان ضحية زمان. لو الأذى ده ما تعالجش هيتحول لقنبلة تنفجر في وش أي حد تاني. طب إيه الحل بقى؟ الحل يا جماعة لازم لما يظهر على الأطفال والمراهقين علامات عنف أو سلوك جنسي غريب يتم التدخل المبكر فورا. ما تنسوش أو ما تستنوش لما الحالة تتفاقم. من أكبر الكوارث اللي قابلتها في شغلي إني ألاقي قعدت بطفل 4 سنين بعد ما تعرضوا للتحرش في المدرسة قاعدة ساكتة في البيت. حضرتك ما رحتيش بداية تعالج ليه وانت جاية عنده 11 سنة بيعاني من ممارسة مثلية وبيتحرش بالولاد في كل حتة بيروحها؟ هي بقت خايفة تخرج بيه لأنه بيعمل لها مشاكل. تقول لي أنا رحت لحد وقال لي طنشي انسي، وهو هينسى. مفيش يا جماعة سلوك جنسي مشوه او غريب او عنف بيتمسح لوحده. روحوا لناس متخصصه بجد. من الحاجات الغريبه جدا اللي انا شفتها ان يبقى كوتش بيعالج مثليه، وحضرتك كوتش فين؟ انا واخد دوره كوتشنج عاديه جدا، يعني يا ريتها حتى متخصصه. يا جماعه مش اي حد بيعمل اي حاجه، ادوا العلم حق وروحوا لناس دارسه فعلا. ولازم تتاكدوا ان هم عالجوا ناس قبل ما انتوا تروحوا لهم. يعني ما تاخدوش من اعلانات على الفيس، خدوا من ناس مرت بتجارب فعلا. حد راح عند فلان وخد معاه تجربه وجي قال لك والله انا مشكلتي اتحلت. فعلا ده عالج. خلوا دي طريقه كويسه نقيس بيها كفاءه الناس، لا الشهادات اللي بتتحط ولا الاعلانات اللي على الفيسبوك. يبقى الجزء الاول اللي ما ينفعش نسكت فيه خالص ان الطفل او المراهق يظهر سلوك جنسي غريب او علامات عنف. الجزء الثاني يا جماعه التربيه الجنسيه السليمه بتمنع تكوين المفاهيم المعوجه اللي بيعملها الاباحيه واللي بيعملها الصحاب واللي بيعملها المجتمع اللي ما خدش اي تربيه جنسيه ولا اي استعداد للمستقبل. العلاج النفسي للاطفال اللي تعرضوا لاي نوع من انواع الاساءات واهمها الاساءات الجنسيه. الكلام اللي بنقوله ده مفهوش هزار، مفهوش حريه الاختيار. وتحمل مسؤوليتك كامله امام الله اذا خذلت ولادك او تكاسلت في انك تاخد خطوه مع طفل حصل له اي اساءه. النقطه المهمه والاخيره، اعمل بيئه امنه نفسيا مش بس اخلاقيا. ما تقعدوش طول الليل والنهار تدوا للعيال في اوامر ونصايح وارشادات وخطب جمعه. لازم يكون عايش في بيئه مرتاح فيها. احد اساتذتي اللي انا بمتن للعلم اللي خدته منه جدا كان بيقول ايه؟ اذا وجدت مراهق بدا ينشط عنه سلوك جنسي او مظاهر وسواس اعرف انه عايش مضغوط. فانت كأب او كأم ابدا خف على الولاد في الضغط لما تبدا العلامات دي تظهر. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان البيئه نفسها بتشكل الدافع اللي خلاه يلجا للسلوكيات الجنسيه اللي مش عاجباك، وانت عمال تديله في ايات وعمال تقول له حرام وعمال تقول له هتروح النار. المعامله، الاحتواء، الحب، الاحتضان، الحاجات دي هي اللي بتخلي ولادنا مطمنين اقوياء. هو ليه هيلجا لمسكنات نفسيه وانت مريحه نفسيا؟ فالبيئه الامنه نفسيا مهمه قوي. عايزين نمنع التحرش؟ انا معاكم ان احنا هنحط قوانين رادعه، بس وبعدين بعد القوانين الرادعه احنا عايزين نبدا بعلاج الاطفال المجروحين، مش بس حبس الوحوش.